السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عاملة وصفة فراخ يا جماعة خطيرة بجد، وهي وصفة التندوري دي وصفة هندية بس طعمها حلو قوي. هي ميزة التوابل الهندية او الاكلات الهندية بيبقى توابلها كتير قوي. فانا بقى ايه يعني وسطنت الموضوع، ما خليتهاش توابلها طاغية قوي، بس طلعت نتيجتها وطعمها حلو قوي. والسر اللون الخطير ده. بس يعني هي الفكرة مش في التوابل بس، لا الفكرة كمان في طريقة التسوية قلبت طعمها بجد وخلت طعمها حلو جدا. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. بس لو لسه مشتركتوش في القناة اتمنى تشتركوا معايا وتفعلوا الجرس. ويلا بينا نبدأ الفيديو بتاعنا، نصلي على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه في بوله كده انا كان عندي زبادي، علبه زبادي كده، ابتديت ان انا احطها في بوله. وبعد كده هنحط بقى شويه توابل كده صغيره، مش كتير، توابلها مش كتير، بس في توابل. من التوابل دي هقول لكم بس دلوقتي عليها. خلينا نبدا بالترتيب كده. اول حاجه انا جبت الجنزبيل اللي هو الفريش، وهبتدي ابشر منه. طبعا مش هاخد دي كلها، انا هاخد قطعه منها بس. طبعا لو مفيش الجنزبيل الفريش ممكن تستبدلوها بجنزبيل بودر، مفيش مشكله، بس عايزه اقول لكم الفريش بيبقى طعمه حلو قوي. وهي الوصفه يعني اصلها في الفريش. تمام، اخدت منها بقى قطعه كده. وبعد كده هنجيب بقى 5 6 فصوص كده من التوم اللي عندي ده كان صغير. فلو بقى عندكم توم كبير يعني نكتفي ب3 أو 4. تمام. يبقى أنا عملت 4 فصوص كده أو 6 فصوص كده من التوم اللي هو الصغير. هنبتدي بقى نبشرهم بالمبشرة، كل الكلام ده كده بشرناه كويس جدا. تمام لحد هنا كده مفيش مشكلة. بعد كده بقى، بعد ما عملت التوم والجنزبيل ننزل بقى بقية التوابل بتاعتي. وايه هي؟ هنجيب برضو ليمونة. اهم حاجة ان احنا نجيب ليمونة كده، وبرضو هنبشر ليمونة بس مش هنبشر كتير منها. يعني انا مش عايزة الليمون يبقى مزازة الليمون تبان قوي، يعني انا هاخد بس جزء كده من نص الليمونة مثلا نبشرها بس. تمام. بعد ما اخدنا بشر الليمونه دي برضو بيدي نكهه حلوه قوي. ماشي، مش بندخل بس لما نيجي نبشر ليمون ناخد بالنا ما نبشرش الجزء الابيض، لان هو ده اللي بيبقى فيه المزازه. تمام، القشره اللي بره بس. وبعد كده هناخد بقى عصير ليمون ونعصر بقى الليمونه دي، هنعصرها على التتبيله بتاعتي. خلاص. بس دي كده بقى الحاجه. تعالوا بقى للتوابل الجافه. التوابل الجافه عباره عن ايه؟ اول حاجه هنجيب معلقه من الكزبره الجافه، معلقه. انا بس الاول هنحط بس معلقتين من الزيت، عشان دي برضو اللي بتخلي الفراخ بتاعتك طريه شويه. فالزيت والزبادي ما نستغناش عنهم، لان هما الاتنين بيخلوا الفراخ طالعه بتاعتك طعمها حلو وطريه. ننزل بقى بالملح بتاعي، معلقه من الملح كده. نتبل بقى كميه الفراخ اللي على حسب بقى كميه الفراخ اللي عندكم. كان عندي 4 اوراق. وبعد كده هننزل ببقيه التوابل. انا عندي معلقه من الكمون ومعلقه من الكزبره. هكتب لكم التوابل دي كلها في الصندوق الوصف. ونص معلقه من الفلفل الاسود. وبعد كده عندي معلقه من الجرام مصالة. الجرام مصالة دي هنجيبها من اي عطار. لو ما لقيتوهاش خلاص مفيش مشكله، ممكن نستغنى عنها، بس عايزه اقول لكم ان هي بتفرق جدا في طعم، لان هي الفراخ بتتعمل بيها، لان الجرام مصالة دي توابل هنديه، فهي اصلا وصفه هنديه. فبتعتمد الاعتماد الكلي عليها لانها مجموعه توابل مع بعض. وبعدين حطيت معلقة من البابريكا. وبعد كده اللون بقى، سر اللون ده في رشة صغيرة جدا من اللون الأحمر. لو مش عايزين اللون ده باللون الأحمر، اكتفوا بان انتوا تحطوا معلقة البابريكا وخلاص على كده. برضه هتديكوا لون حلو. بس دي يعني زي ما بتبقى في المطاعم بيحطوا عليها اللون ده. وبعدين رشة صغيرة برضو، نص معلقة صغيرة من الكمون. يبقى كمون وكزبرة وفلفل اسود والبابريكا والكركم والجرام صل بس، مش اكتر من كده. ونقلب بقى كل الكلام ده كده مع بعض كويس جدا. شايفين بالطريقة دي. وانا حطيت برضو معلقة من الكركم، لان الكركم كده كده ليه فوائد كتير، وفي نفس الوقت برضو بيدي طعم حلو. فانا حطيت برضو معلقة من الكركم على الوصفة دي، نص معلقة كده صغيرة. وبعدين نبتدي بقى نقلب كل الكلام ده كده مع بعض كويس جدا، ونتوه بقى التوابل مع بعض. وبعد كده ننزل عندنا بقى بالأوراق بتاعتي دي. ده طبعا الكركم اللي أنا حطيته كنت نسيته أصلا، فحطيته بقى دلوقتي. بعد ما قلبت بقى، شايفين لون التتبيله وريحتها طبعا حلوه قوي، ويعني لون وريحه وكل حاجه. هناخد بقى القطع الوراك بتاعتي. انا جايبه بقى القطع بتاعتي، لو تستخدموا اي نوع من الفرخه، اي قطعه. ويفضل برضو ان احنا نجيب الاوراك.
ممكن نستخدم دبابيس او رك كامله، مفيش مشكله، بس بنعمل لها فتحات بس من الجنب كده عشان التتبيله تدخل جواها. ونبتدي بقى نتبل كويس جدا. ويفضل بقى ان احنا نسيب التتبيله دي شويه، يعني لو انتوا مثلا اول ما تصحوا من النوم كده ابداوا تبلوا الفراخ، هي مش محتاجه اي حاجه، شويه توابل بسيطه جدا في 10 دقايق هتعمليها وانتوا واقفه، ولا بنحتاج بقى نعمل بصل والكلام ده. فهي مقاديرها بسيطه، فهتتبليها وحطيها في التلاجة بقى. بعد العصر كده طلعيها بقى، ابدأي بقى اشتغلي فيها. بس كده كده تبلتها بقى وحطيتها في التلاجة، ماشي، قعدت معايا حوالي 3 4 ساعات كده. وبعد كده عايزين برضو ممكن بالشكل ده كده نعبيها في اكياس كده ونحطها في الفريزر، مفيش مشكله، هتبقى اجمل واجمل. في جريل بقى على النار او في صينيه او طاسه اي حاجه بقى، هنحط بقى نقطتين كده من الزيت بس، نحاول عشان ما تلزقش. ونسخن الجريل كويس قوي، وننزل بقى بالفراخ بتاعتي نديها صدمه، لان دي برضو بتبقى بقى ليها ميزتين. اول حاجه بتخلي ليها ريحة الشوي دي بتبقى حلوة قوي. تاني حاجة ان هي يعني بتدخل في التسوية شوية، عبال ما بقى بتستوي يعني بتبدأ دخلت في التسوية، فغير ان احنا نحطها في الفرن تاخد وقت اطول شوية. فدي برضو ميزتين مهمين جدا. بعد ما ابتديت ان انا اعملها بقى على الجنبين كده، نقلبها بس على الجنبين لحد ما تاخد اللون كويس قوي. هو على فكرة لو الجلد اتشال مفيش اي مشكلة، يعني هي الوصفة اصلا ممكن تتعمل من غير جلد خالص، نشيل الجلد بتاع الفراخ خالص. بعد ما اخدت بقى اللون من الجنبين، هنبتدي ناخدها بقى كده وفي صينية كده نحطها بقى في قلب صينية كده تدخل الفرن. انا طبعا مشغلة الفرن. وبعدين هناخد بقى الفراخ بتاعتي نحطها في قلب الصينية بتاعتي بالشكل ده وهي سخنة بقى. شايفين هي بدأت ان هي لو تاخدوا بالكم بدأت تدخل في التسوية شوية، فدي برضو ميزة ان هي مش هتاخد معاكم وقت كتير في الفرن. هناخد بقى الفراخ بتاعتي واحطها، وبعد كده هننزل بقى مكان التحمير ده بيبقى بنزل بقى مني شوية زيت كده والدهون بتاعة الفراخ دي نزلت، لازم بقى نحطها على الفراخ. شايفين الجمال ده؟ بتدي طعم حلو قوي على فكرة، الحاجات البسيطة دي اللي بتخلي الفراخ بتاعتك طعمها حلو. وبعد كده بقيت التتبيلة بقى دي بننزل برضو على الفراخ عشان تبدأ تكمل تسويتها في الفرن، ويبقى فيه اي حاجة كده ايه سوائل تسوي بيها الفراخ بتاعتك. وممكن ما نحطش عليها حاجة، مفيش مشكلة، هنحطها بقى في الفرن. بس طبعا انا عشان عايزاها تستوي بسرعة وتاخد راحتها في التسوية، فانا غطيت بس الصينية دي لمدة نص ساعة. وبعد كده هيبدأ ينزل سوائل منها، نشيل بقى الغطا ونكمل تسويتها بقى في الفرن عادي جدا. طبعا التسوية ديت بترجع بقى على حسب طبعا درجة حرارة فرنك وعلى حسب حجم الفراخ اللي انت مستخدماه. فمحدش بقى يحدد التسوية دي مش بتتحدد. اول ما تحسوا بقى الفراخ بدأت تدوب معاكي كده، تبدأي تشغلي الشواية وتشويها بقى على الوش، والبهاريز اللي نزلت منها دي نبتدي بقى كده نسقسق على وش الفراخ وهي بتتحمر، عشان تاخد اللون الجميل والطعم الجميل اللي انتوا شايفينه ده. وتتقدم بالهنا والشفا. طعمها خطير بجد، وان شاء الله هتعجبكم، جربوها وان شاء الله هتدعوا لي. وبس كده، وكل سنة وانتم طيبين، والسلام عليكم.